لو فاكر ان السوشيال ميديا شغاله كده مع نفسها، احب اقول لك انك غلطان، لان السوشيال ميديا دي ليها سياسه وليها نظام بتشتغل بيه، مش زي ما انت فاكر ان هي شغاله كده وخلاص، وان اول ما تنزل فيديو هيجيب معاك ملايين المشاهدات والعمليه هتفتح معاك. السوشيال ميديا دي في عليها اشخاص وفي عليها متخصصين بيفرزوا الفيديوهات دي، ان ما كانش زي ما بقول لك كده فيديو عشان يشوفوا الفيديو اللي ينتشر ايه واللي ما ينتشرش ايه، لان ده اللي بيحصل بطبيعه الحال. ممكن تلاقي فيديو تافه جدا ومالوش اي قيمه ولا اي لازمه وما فيهوش اي معلومه مفيده، ورغم كده تلاقيه منتشر انتشار كبير جدا وعليه تعليقات كتيره جدا. طب الدليل على الكلام ده والاثبات على الكلام ده ايه؟ ان الفيديوهات اللي بتروج والفيديوهات اللي بتنتشر الفيديوهات التافهه، لان ده المخطط وده الهدف وده اللي عايزاه السوشيال ميديا، لان القائمين على السوشيال ميديا اصلا ده هدفهم. يعني بص كده لاي حد بيقدم فيديوهات ذات قيمه، فيديوهات هادفه، فيديوهات بتحتوي على معلومه وافاده للي بيسمعها، هتبص تلاقيها ما بتنتشرش، هتبص تلاقيها ما عندهاش جمهور، هتبص تلاقي الريتش بتاعها واقع. واللي جيت 1% من الفيديوهات اللي موجوده على الصفحه بتاعت الشخص ده بتنتشر، الا ان باقي الفيديوهات كلها ما عليهاش انتشار. والدليل على كده هتدخل على صفحات الاشخاص اللي بيقدموا محتويات تافهه وما لهاش اي قيمه، هتبص تلاقيها بتجيب ملايين المشاهدات وعندهم ملايين المتابعين. في حين الناس اللي بتقدم محتوى مفيد وقيم ويفيد الناس ويفيد المجتمع، هتبص تلاقيها 1% 2% بالكتير الفيديوهات بتاعته هي اللي بتنتشر، وباقي الصفحه كلها ريتشها واقع. وده هدف القائمين على السوشيال ميديا، وبالاخص تطبيق التيك توك. تطبيق التيك توك ده من اسوأ التطبيقات اللي انا شفتها في حياتي بصراحه، لان الفيديوهات اللي ليها قيمه كلها بتلاقيها ريتشها واقع. والدليل على كده ان الرائج عندنا والمنتشر والفيديوهات اللي جايبه مشاهدات عاليه والمشهوره عندنا الفيديوهات اللي ملهاش اي قيمه، والبث المباشر اللي ملوش اي قيمه، اللي فيها ضحك وهزار وخلاعه وكل حاجه ملهاش اي 30 لازمه. ولكن الفيديوهات اللي بتقدم محتوى قيم وبتقدم معلومه وبتقدم حاجه تفيد الناس، لا اما تلاقيها بتتحظر، لا اما تلاقيها بتتحجب، لا اما تلاقيها بتتمنع من ان الناس تشوفها، بتتمنع من الظهور، يا اما تلاقي الصفحات بتاعت الاشخاص دي ريتشها واقع ومش ظاهره اصلا للجمهور. شويه لقدام المنصات دي هتلاقيها ما بتنزلش اي محتوى مفيد وقيم، وهتحذف كل المحتويات المفيده والقيمه من على المواقع بتاعتها او من على المنصات بتاعتها. وابقوا افتكروا كلامي ده وسجلوه وبكره تفتكروه. السوشيال ميديا هدفها الاساسي وهدفها الرئيسي هو الفساد، افساد المجتمع، وبناء عليه اذا كان النهارده سايب لك الفيديوهات القيمه اللي انت ممكن تستفاد منها، بكره وبعده مش هتلاقي الفيديوهات دي موجوده اصلا، والمنصات كلها هتحذفها ومش هتخلي لها غير الفيديوهات اللي مليانه فساد وبس. وحسبي الله ونعم الوكيل.